الأهلي بيفوز على حرس الحدود بخماسية نظيفة في مباراة هي الأمتع للنادي الأهلي من حوالي بتاع 15 مباراة أو يمكن 20 مباراة كمان. يعني تقريبا آخر ماتش شفته الأهلي بيلعب بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ديت كان أول ماتش الأهلي في الدوري بتاع سيراميكا اللي الأهلي فاز فيه 5-2. مباراة الأجمل لكل لعيبة النادي الأهلي بمنتهى الصراحة. مباراة تانية لعماد النحاس بيثبت فيها انه مدرب كويس. ولكن ابص بس على النادي الاهلي من ساعة ما نزل قفشة، شكل الاهلي عامل ازاي. ابص على النادي الاهلي من ساعة ما نزل علي معلول، الجنب الشمال بس عامل ازاي، التحركات بتاعته عاملة ازاي. يعني انا راجل انا ما بفهمش كوره، يعني انا ما بفهمش كوره، ولكن شايف لعيب بيلعب اللي قبله ما عملش ربع اللي هو عمله، بيلعب ماتش كامل لغايه الدقيقه 75. اللي عمله علي معلول في الربع ساعه ولا التلت ساعه اللي لعبها اكتر من اللي كوكا عملها، حتى بالجون اللي جابه كوكا، يعني حتى بالجون اللي جابه كوكا النهارده. ولكن علي معلول فاهم وحافظ المركز ده، فاهمه. علي معلول لو لعب في المركز ده وهو مغمض عينه هيلعب احسن من اي حد. لو لعب وهو مغمض عينه هيلعب احسن من اي حد، على الاقل في النادي الاهلي. مش هتكلم في مصر، مش هتكلم واقول في مصر. ده ما ينفعش يقعد بديل لكوكا اصلا، ولا كان ينفع يقعد بديل ليحيى عطية الله. مع احترامي برضو الشديد ليحيى عطية الله، هو جه ولعب وادى الوقت اللي احنا كنا محتاجين فيه لباك شمال، وربنا يشفيه يا رب. ما ينفعش علي معلول ده يقعد. قفشه ما ينفعش يقعد. اول ما نزل قاعد بيباص يمين وشمال ويودي الكور يمين وشمال للمهاجمين اللي مش عارفين يخلصوا. المهاجمين مش عارفين يخلصوا. يعني اتنين بصراحة لا غنى عنهم في الوقت دوت في ملعب النادي الاهلي. وخاصة ان انت دلوقتي عاوز نتيجة واداء واهداف وفوز وكل حاجة. بمنتهى الصراحة والامانة الاهلي بصراحة مستواه الماتش اللي فات متطور شوية في الماتش ده. اول ماتش كان لعماد النحاس، الماتش دوت الاهلي فاق شويه، اللعيبه فاق شويه، ولكن برضو في عيب واحد بقى، وده اللي مجنني ومخليني زهقان جدا. ايه هو بقى العيب ده ان شاء الله؟ اول حاجه الجهاز الفني الاهلي دلوقتي في بسم الله ما شاء الله. عماد النحاس كان مدافع، ومحمد يوسف قاعد في الجهاز مدافع. هقول شوقي خط نص، مفيش مشكله، انا هعتبر ان شوقي خط نص، هو خط نص. اما الاثنين دول من اكبر اللعيبه اللي لعبوا في النادي الاهلي في خط الدفاع. ويجي كورنرات، 3 كورنرات بالظبط اللي جم على النادي الاهلي، مفيش تمركز صح من اللعيبه، كان هيدخل جون ملوش اي طعم وملوش اي لازمه بتاع خليل. ولولا الشناوي طلعها بايده الشمال وبعدين كملها وطلعها كورنر عشان اللعيبه مش متمركزه صح، ومعايا 2 مدافعين من اجمل مدافعين، والاتنين لعبوا منتخب مصر، والاتنين كانوا شايلين النادي الاهلي يعني حاجات كتيره لو هتكلم عن محمد يوسف وعماد النحاس بصراحه. فازاي الاتنين دول موجودين، والغلطات والاخطاء اللي مش هقول اخطاء في الدفاع، هي اخطاء في التمركز اثناء الكورنر. حتى نفس الموضوع في الكورنر اللي لينا، يعني حتى نفس الاخطاء في الكورنر اللي لينا، مفيش تمركز من المدافعين اللي هم المفروض هيلعبوا بهدهم الكره اللي جايه عرضيه مع المهاجمين اللي موجودين. تمام. فدي النقطة الوحيدة اللي غلط. لكن الأهلي بصراحة الشوط الأولاني نفس الشوط بتاع حرس الحدود، مع اختلاف الجونين اللي دخلوا إيه في الدفاع اللي كان غريب، 2-0 ل 2-2 في ماتش بتروجيت، آسف. لكن النهارده الشوط الأولاني 2-0 نفس الموضوع، والأهلي بيلعب وكل حاجة وخط النص بسم الله ما شاء الله جميل، لغاية ما التغييرات اتعملت. وشايف إن عماد النحاس عمل ريسك عالي جدا لما سحب بن شرقي ونزل علي معلول وساب كوكا وهو لسه واخد انذار.
ده في نظري ريسك عالي من عماد النحاس، ولكن هو اعتمد على ان الايه النتيجه خلصانه و3-0، وصعب ان هو ياخد انذار وملاعب جنبه مروان يعني عشان ايه تقريبا يشيله. ولكن كوكا لو كان جات له كرة في خط النص وهو رايح مع اي حد من المهاجمين بتوع حرس الحدود كان لبس كارت تاني، وكان بالسلامه، والماتش احنا كنا صعبناه على نفسنا بمنتهى الصراحه. لكن عماد النحاس عمل ريسك عالي. اخر ريسك شفته مع مدرب في النادي الاهلي كان ايام مانويل جوزيه، ساعه ما عمل الريسك دوت في ماتش المقاولين، وخسرنا الماتش دوت ساعه ما شادي محمد وقف حارس مرمى لما الحضري اتطرد. كان مش فاكر كان الحضري ولا كان، مش فاكر كان الحضري اللي وقف وخد الطرد ولا كان مين، مش فاكر الحضري ولا كان مش فاكر والله، كان بس تقريبا كان الحضري. كان ساعه الماتش ده كان اغلى ريسك عمله مانويل جوزيه في حياته او في تاريخ النادي الاهلي في الريسكات. الريسك بتاع النهارده اللي عمله عماد النحاس انا شايفه ان هو ريسك زي ده بالظبط. واحد لسه واخد انذار وانت بتغير وشلت الجناح بتاعك الشمال ونزلت علي معلول باك شمال، وسبت اللي لسه واخد انذار يلعب في خط النص، اللي هو اي لعيب ممكن في اي لحظه في خط النص دوت ياخد انذار من الهوا. ده كان ريسك عالي، وسبحان الله هو كوكا لم يختبر لما لعب في المكان ده في خط النص بصراحه. يعني هو الفرقه كانت الاهلي ماسك كوره وضاغط بصراحه، ولكن نزول قفشه ونزول علي معلول ادى الاهلي شكل هجومي مختلف تماما مع احترامي لاي حد بيلعب. النهارده امام عاشور واخد رجل المباراه، انا بصراحه مش شايفه. النهارده 4 كور ضايعين. الكره اللي قبل ما يعملها اسيست لحسين الشحات واحده اختها، هو حاول يأنن فيها وطلعها بره، نفسها لو كان عرضها كانت دخل الجول، نفسها اختها. ولكن دخول علي معلول في الكره اللي هو بادئها اصلا، هو اللي بادئ اصلا الكره وهو اللي قاطعها ومبصيها لامام، ومن امام لقفشه، ومن امام وقفشه 1 2 مع دخول علي معلول هو اللي خلى امام هو اللي باصي الكره دي بصراحه بمنتصف. انا لو يعني انا امام عاشور لو داخل الكره دي لوحده لا ما كانش هيعرضها، ما كانش هيعمل باص لحسين الشحات خالص. الكره الثانيه علي معلول اللي بيلعبها بيعملها اوفر، يعني باص صروع على الارض ملوش حل، اقسم بالله ملوش حل غير الجول، لازم يدخل جول. ابص الاقي امام عاشور داخل عليها برجله الشمال، يعني الكره جايه من الشمال وانت داخل عليها برجلك الشمال ازاي معلول؟ اسف ازاي يا امام؟ ازاي كنت هتجيبها بالشمال ازاي؟ نفسي افهم كانت هتيجي بالشمال ازاي؟ يعني جايه بالشمال وانت هتكملها بالشمال ازاي؟ امال اليمين دي معموله ليه؟ يعني اليمين دي نفس الكره انت معرضها لحسين الشحات، حسين الشحات حطها باليمين وهو كان لوحده. لكن انت الكره متعرضه بالشمال، من الشمال هتحطها بالشمال ازاي يا امام؟ ازاي بصراحه؟ انا كنت نفسي افهم الكره دي ازاي، والكره على الارض وثرو وانت قاطع كويس، ازاي الكره دي ما تخشش جول؟ يعني ازاي انت مستعجل وعاوز توصل للهداف بسرعه وتكمل عشان ما حدش يلحقك؟ ودي كانت النتيجه بتاعت الماتش النهارده، مستعجل ومتسربع ومتسرع جدا في كل قراراتك، عايز تدخل جول، مش فارقه معاك ازاي بس عايز تدخل جول بمنتهى الصراحه، وهي مش ماشيه معاك. وهي بتقفل مع لعيب الكوره بتقفل، اقسم بالله لو كان جه ضربه جزاء وانت يا امام اللي شطها والجون فاضي كانت طلعت بره بالمنظر بتاع النهارده ده. لو ضربه جزاء وكانت جت الاهلي والجون فاضي انت كنت هتشوطها تطلعها بره لانها مش ماشيه معاك. انت النهارده بتلعب متسرع جدا. انا النهارده بصراحه موضوع ان امام عاشور خد رجل المباراه، لا مروان احسن منه النهارده. علي معلول وقفشه الحبه اللي نزلوا فيهم دول احسن. سيحه الجون بتاع حرس الحدود النهارده شايل 5 تجوان او اكتر كمان، يعني شايل 5 غير ال5 اللي دخلوا فيه بمنتهى الصراحه والله. يعني اي حد في دول كان خد ممكن رجل المباراه. امام النهارده لا خدها النهارده عشان خاطر مجهوده، لكن مش عشان خاطر اداء في الملعب. اداء في الملعب يبقى مروان عامل ثرو الجول بتاع وسام، وان تاتش ملوش حل، اقسم بالله ملوش حل، وان تاتش هوب روح دخل، ملهاش حل. ولاعيب خط نص. امام عاشور لازم يقف مع نفسه ويقعد مع نفسه شويه، ويقعد
مع عماد النحاس كتير ومع محمد شوقي كتير. بمنتهى الصراحه والامانه، انت مستعجل علشان خاطر تاخد هداف الدوري؟ لا لا، الاهلي ما بيعملش كده. وخاصه كمان النهارده بقى يعني ايه، الدنيا خلاص بقى ما بقتش مستاهله اي حاجه. يعني هو سبحان الله النهارده ربنا من عند ربنا، هزيمه بيراميدز من فاركو النهارده عامله حاله مش ممكن عند اللعيبه بمنتهى الصراحه، وانا واثق ان دوت سبب الاداء بتاع النهارده. مش عاوز بقى اقول وافكر ان لو احنا كنا لعبنا ماتش الزمالك وكنا فزنا كان زماننا اول الدوري. هيرجع واحد يقول لي طب ما احنا تعادلنا ماتشين بتوع بيراميدز، اقول له كان زماننا فارقين. او اتعادلنا مع الاتحاد، اللي تعادلنا مع البنك الاهلي، اتعادلنا مع مين تاني؟ احنا متعادلين 7 ماتشات، احنا متعادلين الدور الاولاني 7 ماتشات، منهم اللي انا فاكره الاتحاد، بيراميدز، الزمالك، البنك الاهلي، دول اللي انا فاكرهم. ده في الدور الاولاني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اي ماتش من دول مع ماتش الزمالك اللي انسحبنا فيه عشان خاطر التحكيم كان زمانك راكب الدوري، كان زمانك راكب الدوري. لو هحسب ان الدور الاولاني خلص وماليش دعوه، يبقى ماتش الزمالك وهزيمه بيراميدز النهارده وتعادلك مع بيراميدز برضه يا كولر يا كولر، كان زمانك راكب الدوري. المهم الحمد لله الاهلي فاز النهارده 3 بونت، خلى الفرق بيننا وبين بيراميدز نقطه واحده. يعني مش مطلوب من لعيبه الاهلي غير الماتشات الجايه كلها ماتش كاس، ماتشات كؤوس كلها ملهاش اي حل تاني. ونستنى بقى هديه من اي فرقه تانية. يعني خدنا هديه من فاركو، اهم حاجه نلعب احنا ماتشات كاس ونستنى اي هديه تانية من اي فرقه تانية. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لعماد النحاس على تطور الاداء بتاع الاهلي من الماتش اللي فات للماتش دوت. وبجد اللعيبه لو فضلت كده، بجد لو اللعيبه فضلت كده وخدنا هديه، الاهلي هيفنش بفارق كمان. الف مبروك اهلاويه، وان شاء الله ان شاء الله نتقابل الماتش الجاي، لان الماتش الجاي صعب مع المصري، وربنا يسهل ان شاء الله. تصبحوا على خير.